آيات من القرآن الكريم نزلت علشان تثبت براءة واحدة من زوجات النبي محمد. القصة والتفاصيل تعال أقولك. من ضمن زوجات النبي محمد السيدة عائشة رضي الله عنها، وفي إحدى الغزوات اللي كان بيخرج ليها النبي اصطحب معاه زوجته السيدة عائشة. كانت السيدة عائشة خفيفة الوزن، وأثناء سير الجيش وعودته للمدينة ما لقتش السيدة عائشة العقد بتاعها، فرجعت تبحث عنه في مكان استراحتها. في الوقت ده محدش انتبه لعدم وجود زوجة النبي، والجيش اتحرك نحو المدينة. ولما رجعت السيدة عائشة اكتشفت ان الناس مشيت وسابتها، فضلت قاعدة مكانها ظنا ان الجيش هيلاحظ عدم وجودها ويرجع ليها مرة تانية. وهنا هيجي دور الصحابي صفوان السلمي، وده كان بيجي متأخر عن الجيش بمسافة علشان يجمع المتعلقات اللي فقدها الناس أثناء سيرهم ويردها للرسول في المدينة. لما هيمر هيلاقي السيدة عائشة وكانت مغطية وشها، فسألها من أنتِ؟ فقالت له عائشة. فهينزل الصحابي صفوان من على الماشية بتاعته، وركبت السيدة عائشة ومشي أمامها صفوان لحد ما دخلوا المدينة بسلام. لحد هنا والأمور عادية، لكن الموضوع مش هيمر مرور الكرام، علشان كان في المدينة أعداء كتير للرسول والإسلام زي المنافقين واليهود. عبد الله بن أبي بن أبي سلول، وده كان زعيم المنافقين في المدينة. خلينا أقول لكم إن بدأ المنافقين يرددوا إن دخول صفوان والسيدة عائشة المدينة لوحدهم بعد تخلفهم عن الجيش ده أمر وراه فاحشة بين زوجة النبي وصفوان. بدأ الكلام يكتر، وطبعا أعداء النبي من مصلحتهم تشويه صورة النبي وزوجاته في محاولة منهم والتقليل من قوتهم. طبعا الكلام كان صعب جدا في حق النبي وزوجته. اللي كان صادم بالنسبة للسيدة عائشة هو اتهامها في عفتها، واللي كان مرعب أكتر هو انقطاع الوحي عن النبي، وده كان شيء صعب جدا على النبي محمد، لأنه لا ينطق إلا بوحي من السماء، خصوصا لو كان الأمر متعلق بشيء غيبي. هيحزن النبي وهتمرض السيدة عائشة من الكلام اللي بتسمعه. ومن الدلائل القاطعة على صدق نبوة النبي محمد هو إنه ما تكلمش في الحادثة دي إلا لما نزل عليه سيدنا جبريل بالوحي، وإن النبي لو بيتكلم عن نفسه كان برأ زوجته بدون انتظار لوقت طويل. بعض المصادر بتقول إن الوحي انقطع حوالي شهر. متخيل الضغط النفسي اللي على النبي وزوجته من حادثة كلها كذب وافتراء؟ وأخيرا هينزل الوحي من رب العالمين في سورة النور علشان يبرأ السيدة عائشة ويفرح النبي، وكانت الآيات هي: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ده كان أكبر رد لاعتبار السيدة عائشة إن ينزل فيها آيات للقرآن الكريم يتلى لحد نهاية الزمان. ودي كانت حادثة الإفك. أنا رامي البنا، وأنتم بتشوفوا هو التاريخ بيقول إيه.